السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض كيكه سهله وبسيطه لكل اللي بيحب يعمل كيك سهل بسيط من غير خلاط ولا مضرب كهرباء ولا اي حاجه، وبتطلع النتيجه تحفه حلوه جدا كده على الفطار او على العشاء مع كوبايه شاي او نسكافيه. بجد تحفه. كيكه الزبادي من احلى واطرى الكيكات اللي انت ممكن تجربيها. الزبادي بيخلي الكيك معاكوا هش وخفيف واسفنجي. بصوا النتيجه عامله ازاي، تحفه. لو جربتيها بجد مش هتبطلي انت تعمليها. مقاديرها سهله. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه المقادير لازم تكون بدرجه حراره الغرفه. البيض مينفعش يكون ساقع عشان الكيك يطلع معاكوا هش وخفيف وينتفخ. معايا 3 بيضات، احط عليه ربع معلقه صغيره من الفانيليا البرتقال اللي كنا عملناها مع بعض في القناه، عايزه اقول لكم تحفه. طيب لو ما عندكيش استخدمي فانيليا البرتقال من دريم حلوه برضو، ولو ما عندكيش استخدمي اي فانيليا عاديه اللي هي السايله، حطي معلقه صغيره او كيسين من الفانيليا البودره. لو عندك الفانيليا البودره اللي هي في علبه حطي ربع معلقه صغيره. شايفين بقول لكم كل حاجه. بعد كده معايا كوبايه من السكر الحبيبات يعني 200 جرام. انا هقول لكم المقادير بالكوبايه وبالجرام واسيبها لكم مكتوبه في اخر الفيديو عشان لو حابين انتوا تصوروها. انا هنا مستخدمه الكوبايه المعياريه. بقلب بقى كويس جدا بالمضرب اليدوي. شايفين كيكه سهله وبسيطه وبتطلع النتيجه تحفه. اهم حاجه بقلب كده لحد ما السكر يدوب واللون البيض يفتح معاكم. هي تاخد معاكم وقت شويه، تقدري ان انت تضربيها في الخلاط زي ما انتوا حابين. بعد ما ضربت بقى كويس جدا زي ما شايفين كده مع بعض والسكر داب ولونه فتح، هبتدي ان انا اضيف 3/4 كوبايه من الزيت على الزبده، يعني 150 ملي. انا هنا استخدمت نص كوبايه زيت وربع كوبايه زبده. اي نوع زبده، زبده نيوزيلندي، جنه، فرن، كريستال، زي ما انتوا حابين. تقدروا ان انتوا تستخدموا كمان زيت على سمنه او زيت بس ما ينفعش تكون كلها سمنه عشان الزيت بيخلي الكيك معاكوا هش وخفيف. قلبت بقى كويس جدا كده لمده دقيقتين. بعد كده هضيف كوباية من الزبادي أو الياغورت، يعني 200 جرام زبادي. وبقلب بقى كويس جدا لمدة دقيقتين. عايزة أقول لكم الريحة بسم الله ما شاء الله والله طالعة حلوة جدا جدا. الزبادي بيخلي الكيك هش وطري وخفيف وريحته تحفة. بقلب بقى كده كويس جدا. هنشيل المكونات السائلة وهنبتدي ان احنا نحضر مع بعض المكونات الجافة. معايا كوبايتين من الدقيق يعني 250 جرام أو ربع كيلو. ده دقيق جميع الأغراض، أي نوع تقدري إن انت تستخدمي الدقيق المخصص للكيك. بعد كده هحط رشة من الملح وكيس من البيكنج باودر 16 جرام. أنا استخدمت بيكنج باودر من دريم حلو جدا جدا. لو هتستخدمي بيكنج باودر كيك شيف حطي معلقة كبيرة لأن الكيس بيكون 22 جرام. أحلى نوعين تستخدميهم في البيكنج باودر بيكنج باودر دريم أو بيكنج باودر كيك شيف، بيخلي الكيك هش وأبيض ولونه فاتح. اوعوا تستخدموا تاج الملوك ولا كوكس، وحشين جدا جدا، بيغمق الكيك وبيخليه فيه نقط بني، وده اللي الكل بيشكي منه. جربيها، البيكنج باودر اللي انا بقولكوا عليه بجد يفرق معاكوا قوي في الكيك. وهندخل بقى المكونات الجافه كويس جدا عشان الكيك يطلع معاكوا هش. بالمضرب اليدوي هبتدي ان انا اخلط المكونات مع بعض كويس جدا لحد ما الاقي الخليط كده بقى ناعم وما فيهوش اي تكتلات. اهم حاجه كده نجيب الجوانب عشان ساعات بيكون في دقيق مش مخلوط كده معانا، فعشان يختلط معانا كويس. حضروا بقى اي صينيه عندكم مقاس 24. انا مش عندي الصينيه العاديه فحطيتها في حله اللي هي بتاعه التورت اللي بتكون عاليه، لكن طبعا مش لازم ابدا الصينيه ديت. بدهنها بقى سمنه او زبده او زيت وببطنها بالدقيق. انا دهنتها زبده. هنزل بقى بكل كميه الكيك. ما شاء الله بصوا الخليط نزل عامل ازاي، تحفه. عايزه اقول لكم ان انا ما بشغلش الفرن قبلها بربع ساعه ولا 10 دقايق، ده غلط جدا. انا اول ما بخلص ضرب المواد السائله ببتدي ان انا اشغل الفرن على درجة حرارة 180. بدخله في الشبكة اللي في النص، بيقعد تقريبا 40 دقيقة. بسم الله ما شاء الله الكيك بعد ما استوى وخد معايا في الفرن 40 دقيقة. بعد 40 دقيقة بتختبري بخل خشب كده من نص الكيكة، لو لقيتي فيها عجين سيبيها تاني 5 دقايق، طلعت معاكي نضيفة وبهي كده استوت. بطفي الفرن. بعد كده بطلع الكيكة وما بشيلهاش من الصينية لحد ما تبرد تماما. ما شاء الله الكيك طالع هش وخفيف جدا. بصوا لونه عامل ازاي، تحفة. ريحة الزبادي في الكيك حاجة كده خيال. عايزه اقول لكم ان احنا الكيك ما بنشغلش عليه الشوايه ولا اي حاجه، هو بياخد كده لون لوحده وبيكون قمر. تعالوا بقى نقطع كده قطعه ونشوف من جوه عامله ازاي. بصوا ما شاء الله السكينه، بصوا الكيك باين قد ايه هو هش جدا جدا وطري وخفيف وريحته وطعمه تحفه.
من جوه بقى هنلاقي الكيك ارتفاعه حلو جدا، وزي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. بصوا الكيك طالع لونه ابيض وفاتح حلو جدا. اوعوا تستخدموا بيكنج باودر تاج الملوك ولا كوكس. بصوا الكيك فاتح ازاي وابيض وقد ايه هش. هو طبعا لسه دافي، انت الاحسن ان انت ما تقلبيهاش من الصينيه او تشيليها غير لما يبرد تماما. ما شاء الله بصوا لونه من تحت عامل ازاي، تحفه. الزبده بتديله من تحت على فكره لون حلو جدا. بصوا، عايزه اقول لكم بقى كيك الزبادي ده من الكيكات اللي لو جربتيها مش هتبطلي ابدا ان انت تعمليها. الزبادي بيخلي الكيك معاك وهش وطري وخفيف، مش مكتوم كده. بصوا الكيكه عامله ازاي، حاجه كده خياليه. يا سلام بقى كده مع كوبايه شاي، مع كوبايه نسكافيه، تحفه. جربوها بالمقادير اللي قلتلكوا عليها بجد، تتبسطوا منها جدا. مقاديرها سهله وبسيطه، زي ما شفنا مش مكلفه خالص خالص. ان شاء الله لو جربتوها مش هتبطلوا انتوا تعملوها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتجربوا الكيكه وتقولوا رايكم فيها ايه في التعليقات. ويا ريت لو بتشوفوا قناتي لاول مره، لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني اشعار بكل فيديو انا بنزله. وما تنسوش يا حبايب قلبي تعملوا لي لايك للفيديو عشان ان شاء الله القناه تكبر بيكم ومعاكم. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.